وكذلك على اعطاء الاولويه بالنسبه للاعب ايوبي، اللاعب اللي دائما عنده القدره والامكانيات الكبيره في اخراج لاعب فاس. وهنا غنتكلموا على واحد الحس تواصلي بين اللاعب ايوبي مع اللاعب اوسيمين. الا رجعنا للحاله اللي اختارينا تقريبا في هذه المقابله ضد المنتخب التونسي، فكتبان لك على انه نيجيريا عندها القوه والامكانيه دائما في افتكاك ديال الكره على مستوى وسط الميدان. وملي كتكلم على وسط الميدان فلا بد على انه تتكلم على الزياده عدديه اللي ممكن على انه تعطيك الافضليه والاولويه في تواجد 3 حتى 4 ديال اللاعبين. نديدي في المرحله ديال الافتكاك كيقطع الكره بطريقه ايجابيه. الجميل فيه هو انه السرعه ديال اتخاذ القرارات والسرعه كذلك ديال التحول اللي كتعطي دائما المنتخب النيجيري في الامكانيه والقدره على استغلال المساحات. وبعيد على هذه المساحات فغنتكلموا على حاله تواصليه ايجابيه بين اللاعب اوسيمين وبين اللاعب ايوبي، اللي يمكن اعتباره على انه واحد من اللاعبين المؤثرين، واحد من اللاعبين المطورين، واحد من اللاعبين اللي كيساعدوا على مستوى اخراج لاعبين خط الهجوم بتمريرات اللي كتكون حاسمه. فمثلا هذه الطريقه اللي يمكن تستعمل فيها التوقيت المناسب للاعب ايوبي باش انه اختار المساحه المناسبه للاعب اوسيمين. ثاني شيء هو انه عنده ادراك بالمساحات اللي دائما كيفضلها اللاعب اوسيمين. وثالث شيء هو انه لاعب اللي عنده دقه ديال التمريرات اللي كتكون حاسمه كيف ما غتظهر الصوره. رباعي على مستوى خط الهجوم اللي كيتمثل في اوسيمين ايوبي واللاعب لوكمان وادامز اللي كيخلقوا مشاكل كبيره دائما عند التحولات. وهذه ربما من الميزات الحسنه اللي كتخلي نيجيريا قويه على مستوى تسجيل الاهداف وقويه كذلك على مستوى خلق الفرص. وهذه ربما من الانطباعات اللي دائما كل الخصوم كيتكلموا عليها. وبعيد على هذه الجوده هذه فكاين عوامل فرديه، ولكن كذلك كاين عوامل ربما ايجابيه كتمثل في الحاله الجماعيه ديال هذا المنتخب هذا اللي كتعطيه دائما الامكانيه باش انه كيخلق عدد من الفرص، عدد من المساحات اللي كيخلقوا بها واحد المرحله ديال لو ديزيكيليبر بالنسبه للخصوم اللي كيواجههم. في الحاله الثانيه اختارينا المقابله ديال المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري اللي غتعطينا انطباع على انه نفس هذه الفرص كدار وكتكرر مرارا. وهنا غادي نتكلموا على الجوده ديال اللاعبين في التواجد اولا في المساحات، الجوده كذلك مره اخرى ديال اتخاذ القرارات، والجوده ديال الاستعمال ديال العمق ديال الملعب اللي ممكن على انه كتبقى من نقاط قوه المنتخب النيجيري. لانه بشكل سريع العمليه ديال الانتقال وتطوير اللاعب فيها سرعه، فيها ذكاء، وفيها كذلك واحد الحس وادراك بالتواصليه ديال اللاعبين ديال ايوبي واللاعب اوسيمين اللي نفس الحاله كيعاودوها تقريبا مرارا وتكرارا. قطعوا الكره في منطقه ديال وسط الميدان وبتمريره اللي كتكون مباشره على مستوى العمق كتبين لك على انه اللاعبين الاثنين عندهم واحد الحاله تواصليه اللي رهيبه. والمرحله الثانيه هي ديال تواجد عدد من اللاعبين اللي متمثله في لوكمان، المتمثله كذلك في ادامز، المتمثله في النزول ديال اللاعب ايوبي في المرحله ديال التمرير. يعني 4 5 ديال اللاعبين ديال خط الهجوم اللي كينزلقوا من الكتله ديال وسط الميدان وكيديروا المساعده الهجوميه. فهذه من بين النقاط اللي كتعطي افضليه للمنتخب النيجيري، كتعطي اولويه كذلك على مستوى الانتقال. ولكن هذا الشيء هذا ما غيمنعناش نقولوا على انه كاينه حاله هجوميه اللي متفرده بالنسبه لنيجيريا، ولكن وسط الميدان اللي فيه ميزه ديال الافتكاك، فيه ميزه كذلك ديال الانتقال، وفيه ميزه كذلك ديال تطوير اللاعب. وهذه ربما كلها اشياء متمثله في المهاره المتواجده عند اللاعب ايوبي اللي كيعطي المنتخب النيجيري حلول اللي متعدده على مستوى انهاء وكذلك حسم الهجمات اللي كيخلق.